حرفيا واحد بعت لي الرساله دي وبيقول لي ابعت لي قواعد اللغه الانجليزيه كامله بدون استثناء. طيب انا هديك قواعد اللغه الانجليزيه كامله في اخر الفيديو، ولكن عاوز اسالك سؤال مهم جدا. هل المشكله فعلا عندك في اللغه الانجليزيه هي القواعد؟ ما هو عشان تحدد نفسك ان انت عندك مشكله في اللغه الانجليزيه فانت لازم تقعد مع نفسك وتسالها انا ليه مش بتكلم انجليزي؟ هل المشكله في الكلمات، في القواعد، في البرونانسيشن النطق، ولا ان انا عندي مشكله في الثقه في التحدث قدام الناس باللغه الانجليزيه، ولا عندي مشكله في الاستماع مش بسمع الكلمات كويس مش بعرف القطها؟ فلنفترض مثلا ان انت حددت المشكله وهي الكلمات. طيب انت ليه عندك مشكله في الكلمات؟ هل انت بتنساهم؟ هل انت مش حافظهم مش عارفهم اصلا؟ طب هل انت مش عارف تختار الكلمات المناسبه في الموقف المناسب؟ وافضل اسال نفسك ليه لحد ما توصل للمشكله. وصلت للمشكله اعرضها بقى على حد مختص يقدر يحل لك المشكله دي. انا عندي المشكله الفلانيه 1 2 3. افضل بقى ماشي مع المختص ده لحد ما توصل لحل مشكلتك. انما ما ينفعش ان انت تقول لي ابعت لي قواعد اللغه الانجليزيه كامله، انا بعتها لك تعمل بيها ايه؟ ولا حاجه، لان هي مش دي مشكلتك اصلا. ولو انت فعلا مشكلتك في القواعد فاكتب لي في الكومنتس كلمه قواعد وانا ابعت لك PDF فيه كل قواعد اللغه الانجليزيه، يمكن يكون هو ده الحل لمشكلتك.